ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وهنا كده وسعاده دايما يا رب. انا مملكه موجودي، لاول مره حد يشوفني هيتابعني على قناتي تنوروني على روسي. عملت ايه النهارده يا موجودي؟ حر حر، يعني مفيش الا جبنه وبطيخ، جبنه قديمه وبطيخ. ما يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف عملنا اكلتنا ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه وسلم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ هقول الاول صباح الخير ولا مساء الخير على حسب ما الفيديو ده ينزل لكم. احلى متابعين في الدنيا حبيب قلبي تسلمولي. طبعا ما تنسونيش بس في الاول خالص، في طبعا هقول عن قناه مملكه موجودي. ما تنسونوش بس في اللايك والشير عشان لو يوصل لكم مني كل جديد. اكلتنا بدأ اهي من اولها. معايا طماطم، معايا بصل، معايا طحينه، معايا خيار. هتقول لي ايه البيضه دي يا موجودي؟ هقول لكم البيضه دي انا هسلقاها وهحطها على الجبنه القديمه. واتش بقى الجبنه القديمه بتاعتي حاجه كده كده فاخر من الاخر. الجبنه دي جايه لي من الصعيد، والله جات لي هديه اصلا، وحد غالي عليا جابها لي. احلى هديه دخلت بيها. طبعا كان معاها فطير بس انا اكلت الفطير، بس الجبنه طلعت حكايه حكايه. ومعايا البطيخه الحلوه اللي ما شاء الله اللي انتوا شايفينها دي. هنبدا، يلا هوريكم انا هعمل ايه فيها. الاكله دي حلوه جدا، وكلنا عارفين يعني ايه يوم حر، والايام دي حر جدا جدا فوق الوصف. ربنا يا رب يعديها على خير معانا. هقول لكم بقى هنعمل ايه. يلا بس نسمي بالله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله. وما تنسونيش في اللايك والشير عشان يوصل لكم مني كل جديد. تعليقاتكم دي بتفرحني انا وتسعدني. يا احلى متابعين في الدنيا حبيب قلبي كلكم، سواء داخل مصر ولا خارج مصر، كلكم على راسي يا حبيب قلبي. هبدا بقى لا مش قادره اقول لكم والله جمال الجبنه القديمه دي كانت عامله ازاي. هي بس هي حاميه جدا جدا جدا، عشان كده انا مش هحط فلفل حامي معايا وانا بعمله. جبت بوله وقطعت كل مكوناتي، البصل والخيار والطماطم زي ما انتم شايفين، والبيضه دي اتسلقت زي ما انا قايله لكم ان انا سلقاها. دي اخر حاجه بنزل بيها خالص، البيضه دي وطحينه. اهم حاجه تحطي طحينه عشان ما يبقاش حامي عليكي ولا يبقى حادي. هو ما كانش حادي والله، بس هو كان حامي زياده عن اللزوم قوي. وزبادي. زبادي عندك زبادي هتنزلي بمعلقتين زبادي، ما عندكيش زبادي خلاص مش هتنزلي بيه. انا بصراحه نسيت اجيب زبادي، نسيت اجيب زبادي. وطبعا بخاف انزل ابني حته بعيده في السوبر ماركت اللي تحتي ما كانش عنده زبادي، فما حطيتش عشان هو ما كانش حادق، ما كانش محتاج زبادي. لكن ساعات بحط زبادي، ساعات بحط على الجبنه القديمه دي زبادي لما تكون حادقه معايا. نزلت بقى، بص ما نزلتش بحته، نزلت بمعلقه واحده كبيره عشان ما يبقاش عامل. او نزلت بكل المكونات اللي انا مقطعاها، الطماطم والخيار والبصل، وهبدا اقلبها. وهجيب بقى الطحينه وهنزل بيها. الاكله دي كانت حلوه جدا. وكلنا عارفين حر يعني جبنه وبطيخ، جبنه قديمه وبطيخ. ناس بتاكل جبنه وبيضه، ناس بتاكل جميع، يعني اي حاجه بتاكلها مع البطيخ. يعني مش شرط يكون جبنه قديمه، لا في ناس ما بتحبش الجبنه القديمه فتاكل جبنه وبيضه وبطيخ. هو ده الشعار بتاعنا كمصريين، اللي هي الاكله دي بتبقى بتبقى مرطبه جدا، وبيبقى الجو حر جدا ومبنبقاش عاوزين نقف في المطبخ. ما احنا برضو لازم نترحم برضو في المطبخ، ما احنا بني ادمين يعني. وكان اليوم ده درجه حراره عاليه جدا، وما زالت درجه الحراره عاليه جدا في مصر الايام دي. يعني الحمد لله هما بيقولوا مكمله معانا لاخر الاسبوع، درجه الحراره معديه ال40. يعني الجو حر جدا، والاكل لما بتعمليه كنت هتطبخي ولا تعملي ما بيتاكلش. فالاكله دي بتبقى حلوه قوي، بتبقى خفيفه جدا. ممكن تحمري جنبها بطاطس لو انت عاوزه، مش عاوزه وتكتفي زي ما انا اكتفيت كده خلاص، دي حاجه براحتك. هبدا اقلب المكونات دي كلها في قلب بعض لغايه ما اتاكد ان الجبنه يعني تقلبي كويس جدا مع المكونات اللي انا حطيتها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله عليه العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه وسلم اجمعين. ولا حول ولا قوه الا بالله عليه العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قلب مكوناتك كلها مع بعض كده. اخر حاجه خالص قلت لك هقشر البيضه دي، اقطعها مكعبات صغيره واحط عليه. في ناس هتجني في الكومنتات بتقولي هتحط عليه بيض يا ام بودي؟ هقول لكم اه، انا بحط دي بيض
القصة دي يعني قصة طويلة. انا مرة كنت مسافرة، فدخلت كافيتيريا، فحط لي المش ده والجبنه القديمه وعليه بيض، عجبني جدا. فمن ساعتها وانا بعمله كده. فبصراحه بيبقى بيخلف يعني بيدي طعم المش ولا الجبنه القديمه حلو جدا. بطيختي اهي طبعا، بسم الله ما شاء الله، كانت بطيخه حلوه. انا طبعا كان شقاها لي عشان اشوفها حمرا ولا لا، عشان دافعه فيها كتير، فلازم يشقها. بصراحه مسكتها شطفتها كويس جدا قبل ما ابدا فيها تقطيع كمان. قمت ماسكاها قطعتها. وكلكم عارفين طبعا ان البطيخه بتتقطع ازاي، زي ما انا ماسكاها كده. دي قطعه البطيخه، ما تنفعش تتقطع بالعرض عشان ما يبوظ. الكاميرا ظلمه لونها، هي ما شاء الله كانت حمرا جدا، وكانت مسكره جدا جدا جدا. كانت حلوه قوي. انا بصراحه يعني قعدت اكل فيها وسبتهم بره. كانت حلوه جدا جدا. وانا كنت اما جبتها كنت شطفتها الاول، وبعدين حطيتها في الدير فريزر. كانت تسقع، عشان طبعا مش هتنفع تتاكل سخنه. هتتاكل سخنه يبقى مش هتبقى مسكره ولا هتحس بطعمها، يبقى مقلتها احسن. فزي ما انتم شايفين كده، انا قعدت اكل فيها. بصراحه كانت مسكره جدا 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 زياده عن اللزوم، ما شاء الله كانت حلوه قوي. هبدا بقى اقطع فيها كده زي ما انتم شايفين. تقطيعها سهل جدا عشان الناس اللي ما بتعرفش تقطع البطيخ. بصوا كان حلوه جدا جدا. حلو، اتفضلوا معايا. والله كانت أكلة لذيذة جدا 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 فوق الوصف. أنا من نفسي من عشاق الجبنة القديمة. أي حاجة حادقة أنا فيها بصراحة ربنا. سواء أي حاجة حادقة أنا فيها بصراحة، يعني مش المشي بس. لا حاجة مسكرة ماليش فيها، ليا في الحوادق بس. كانت أكلة حلوة جدا. يلا بقى تشجعوا واعملوها. النهارده ما عملهاش يعملها، مش لازم يبقى جبنة قديمة، قلتلك جبنة بيضة. أيا جميع الجبنة اللي بتفضليها البيضة تاكليها. جبنة فيتا، جبنة اسطنبولي، جبنة براميلي، جبنة تلاجة. جميع الجبن البيضة تقدري تاكليها بيها. اللي مش بيحبش الجبنة القديمة بتبقى حلوة جدا. بدأت اقطع فيها كده حلقات، وبعدين همسك الحلقات دي واقوم عاملاها كده بالسكينة. طبعا كلنا بنعرف نقطع البطيخ على جميع العالم وجميع الدول العربية، مفيش حد ما بيعرفش يقطع بطيخ. بس انا بس حبيت اشارككم اليوم بتاعي عدى ازاي، عشان انتوا حبايب قلبي. ما تنسونيش بقى في تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني دايما. يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب ما تحرم منكم ولا تتحرموا مني، وتفضلوا على راسي كده دايما يا رب. تفضلوا نعمة كده في حياتي، وتفضلوا تاج على راسي طول العمر. تعليقاتكم دي بتفرحني. انا ام وجودي ما بقيش ام وجودي الا بيكم. احلى متابعين في الدنيا زي ما قلت لكم. ربنا يا رب يديم بينا المحبة كده، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى انا بدات اكل فيها. بصوا، وانا بقول لكم كنتش هخرج واديها لهم بصراحه. يعني انا قعدت اكل فيها. بصوا بقى، بصوا الطعام. انا قطعت المقطع بتاع تقطيع البيضه، مش عارفه ما صورتوش، ما لقيتوش بصراحه على التليفون. الظهر ما ثبتوش لما صورته. انا قلت لكم في الاخر خالص انا نزلت بتقطيع البيضه دي. اخر حاجه خالص انا عملتها نزلت بتقطيع البيضه، وكان نهايه الفيديو معانا. بصوا انا عملته. بدأت بقى غرفته في اطباق صغيره كده عشان نعرف ناكله. وادي البطيخه اللي معرفش الكاميرا عملت كده ليه بصراحه، جابت لون غريب. البطيخه كانت مسكره جدا، كانت حلوه قوي قوي. وكان يوم حلو قوي بصراحه. انا بحب الاكله دي، كنت فرحانه بيها، وجوزي كمان بياكلها. تقدري تحمري جنبها بطاطس زي ما قلت لك، تقلي جنبها بيض، تعملي اي حاجه. وانا فعلا عشان ما بقاش كدابه انا قليت جنبها بيض، قليت جنبها كم بيض عشان خاطر ابني ما ياكلش الجبنه القديمه دي. عاوزه تحمري بقى زي ما قلت لك بطاطس، عاوزه تحطي جبنه تاني، تقطعي جنبها خيار تاني، اي اضافه دي بتاعتك انتي. بس بصراحه الاكله كانت حلوه جدا. بصوا بقى انا بدات اكل فيه، وجبت لكم العيش وكلت فيه، وعشت حياتي في المطبخ، وسبتهم هم بره مش مشكله. المهم اللي انا ايه، قبل ما اخرج كنت واكله بطيخ لما مشي لما ايه لاكي، فبصراحه ربنا كان حلو قوي. احلى متابعين في الدنيا. ما تنسيش بقى في اللايك والشير. وهقول كده اتفضلوا معايا. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم واسعدتكم وفدتكم ووجعت دماغكم. انا عارفه انا دايما برغي معاكم، بس انتوا حبايبي، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. يا احلى متابعين في الدنيا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير عشان اوصل لكم من مملكه ام وجودي كل جديد. حبايب قلبي. وكده انا خلاص الفيديو قرب انهي. يلا بس نصلي على الرسول على افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا رسول الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.